حاسس إنك تعبان حتى وأنت ما بتعملش حاجة؟ بتنام ساعات طويلة بس بتصحى تحس إنك برضه مضغوط؟ لو الإجابة أيوة فالفيديو ده معمول ليك. النهاردة هنتكلم عن الضغط النفسي وإيه هي أسبابه وإزاي جسمك بيعبر عنه، والأهم إزاي تسترجع طاقتك بخطوات بسيطة جدا ومجربة. الضغط النفسي مش بس توتر أو قلق، أوقات بيكون نتيجة إنك كابت مشاعرك، بتحاول تمشي كل حاجة وتقول الدنيا كل حاجة تمام، وكل ما حد يسألك أنا تمام بخير، ولكن للأسف أنت من جوه منهار. جسمك بيعبر عن الضغط ده قبل ما أنت حتى تلاحظه. ممكن يكون في شكل صداع، تعب، أو حتى لا مبالاة. واللي بيحصل إنك تبدأ تلوم نفسك أكتر وتدخل في دايرة مفرغة. مش لازم تكون بتعيط علشان تكون مضغوط. أوقات العلامات بتكون هادية جدا ومع الأسف بتكون برضو مؤذية جدا، زي فقدان الحماس حتى للحاجات اللي انت كنت بتحبها، أو نوم كتير بس دايما نوم تعب، نسيان متكرر أو تشتت، حساسية زيادة من النقد، أو تفكير زايد طول الوقت. الضغط مش دايما من الشغل أو الدراسة، أوقات بيجي من حاجات أعمق، ودي من أسباب الضغط اللي محدش بياخد باله منها، زي مقارنة نفسك بالناس طول الوقت، إنك تشوف الناس على السوشيال ميديا وتقول أنا اشمعنى ده واشمعنى ده واشمعنى دي عندها وأنا ما عنديش، أو إنك ما تعرفش حتى تقول كلمة لأ، أو إنك تلجأ دايما للكمال الزايد لمجرد إنك مش عايز تكون كسلان، أو إنك تتجاهل الراحة لأنك فاكرها كسل. طيب تعالوا بقى نيجي للجزء الأهم. إيه هي الخطوات العملية البسيطة اللي هتساعدك تسترجع طاقتك النفسية والجسدية؟ أول خطوة وأهم خطوة إنك تسمح لنفسك ترتاح من غير أي ذنب، إنك تاخد فترات راحة حتى لو قصيرة يوميا. 10 دقايق بيكفي في الأول. حاول إنك تقفل تليفونك، تقعد في مكان هادي، واسمح لعقلك إن هو يفصل، لأنك تستحق الأفضل. وإنك تحب نفسك أو تحب نفسك، حاولوا تدوا لنفسكوا حتى لو 10 دقايق في اليوم. 10 دقايق كفيلة جدا إن هي تخليك أهدى وأريح مع الوقت. الخطوة التانية نعمل تمرين التنفس العميق. 4 7 8، يعني هناخد شهيق في 4 عدات، واحبس النفس في 7 ثواني، وحاول تاخد زفير في 8 ثواني، فأطول فترة ممكنة. حاول إنك تكرر التمرين ده 4 5 مرات في اليوم، هتلاقي إن جسمك بدأ يهدى واحدة واحدة. تالت وأهم خطوة معانا هي الجورنالينج أو العصف الذهني أو البرين ستورمينج على حسب ما انتوا بتسموها. يعني فضي دماغك على الورق، ودي من أكتر الخطوات اللي أنا بحبها شخصيا. إنك تكتب كل اللي مضايقك بدون فلترة وبدون ترتيب وبدون حتى سابق إنذار. بعدها بقى عايز تقطع الورقة قطعها، عايز تحرقها احرقها أو احتفظ بيها زي ما تحب. المهم إنك تطلع المشاعر بره دماغك علشان ما يحصلكش تشتت، ما يحصلكش صداع، ما يحصلكش إنك تحس إن دماغك هتنفجر من كتر التفكير، وإنك حتى مش عارف ولا أنت بتفكر في إيه ولا حاسس بإيه. الخطوة الرابعة، قلل من التحفيز الزايد. يعني نقطة الدوبامين بقت مسيطرة علينا جدا، إن إحنا بنحاول نعمل كل حاجة علشان حتى نحس دوبامين مؤقت. مش لازم ترد على كل نوتيفيكيشن، مش لازم تفضل دايما ماسك التليفون طول الوقت علشان هنا 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 نعمل سكرول هنا. الموضوع هيشتتك وهيتعبك نفسيا جدا جدا جدا، وده احنا مش عايزينه، بل احنا عايزين نقلل الضغط النفسي. فالموبايل مش دايما أهم من هدوءك. فكرة إنك تختار هدوءك النفسي يعني أنت بتحب نفسك. آخر خطوة، ركز على التوازن بدل المثالية. يعني مش لازم تكون بتعمل كل حاجة صح 100%، يكفي بس إنك تكون بتتحسن 1% كل يوم. يعني مش لازم تعمل كل حاجة في بلان ايه اللي انت عاملها، ممكن تعمل بلان بي علشان لو بقيت في وضع الطوارئ. يعني 1% كل يوم إنك تتحسنها أحسن من 99 أو 100% بدون إحساس نفسي كويس. آخر حاجة بقى معانا النهاردة، هنقعد في مكان مريح. حاول إنك تاخد نفس عميق على قد ما تقدر،